السلام عليكم ومرحبا بكم على فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا ديال اليوم غادي نحضر معكم القرص اولا قراش البلديين، كيجيو لذاذين بزاف وهشاش وخفافين مقومين من الداخل ومنسمين، مذاق رائع. فهذا كاقتراح الفطور ديال المائدة ديال العيد ان شاء الله. نتمنى ان هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم، وكذلك انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخير باش تتعرفوا على طريقة التحضير، وغير جربوه على حسابي لانه فعلا تيجي واحد الكرس اللي زوين بزاف وخفيف وتيشهي، غير الريحه ديالو في الدار كتبقى يا سلام. قبل ما نبداو الفيديو نتمنى انكم تشجعوني بلي لايك ديالكم وكذلك تعاليقكم، واللي كيزور قناتي لاول مره يشترك فيها ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد كنحطو. فنبقاو مع المقادير. بالنسبه للمقادير كنحتاج 750 غرام ديال الدقيق الابيض الفرص، اي كيلو نقص منه رابعه، ورابعه ديال الفينو اي الدقيق القمح الصلب. يعني انا كيلو فرقته على الفينو وعلى الدقيق الابيض كان اكثر من الدقيق ديال الفينو، غير باش هكا يجينا حرش شي شويه وما يجيناش كله رطب. كناخذ واحد الكاس وكندير فيه ملعقه كبيره ونصف من خميره الفوريه اولا الخميره حبيبات، وكندير القليل من السكر، وكندير الماء وتنخليهم يتفاعلوا. بالنسبه للماء كيكون دافي. فنبقاو مع باقي التحضير. غادي نضيف كاس ديال السكر الخشن، عندي هنايا الزنجلان 3 ديال المعالق كبار، عندي النافع البستاني، ممكن ديروا النافع، ممكن ديروا حبه حلاوه اللي بغيتو. وكذلك غادي نضيف هذيك الخميره اللي تفاعلت مع السكر. كما قلت لكم الماء يكون دافي، لا كان الماء سخون بزاف غادي يقتل لكم الجهد ديال الخميره. وعندي هنا كاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت. بالنسبه للحليب حتى هو راني دفيتو عاد ضفتو على المكونات. ما تنساوش البنات ضروري قبصه ديال الملحه راني درتها في الاول، ضروري ماشي قبصه الملحه وانما يكون تقريبا واحد نص ملعقه صغيره من الملحه في هذا القياس اللي عطيتكم ديال كيلو ديال الدقيق. وهنا ضفت 2 معالق كبار ديال الماء زهر للتوضيح فقط. داك شويه ديال السكر اللي درتو باش يتفاعل مع الخميره الفوريه راني غير هزيتو من الكاس ديال السكر اللي ضفت في هذا القراشل ديالنا. كما تتشوفوا العجين هو تيتعجن بالماء الدافي. الماء دافي، انا كنعاود ناكد عليها، الماء يكون دافي. خليت حتى دوك المكونات ترملوا مزيان، عاد باش غادي نضيف ليهم البيض وغادي نضيف الزبده. يعني هذاك الشيء كيكون يعني اخر حاجه تنضيف كما قلت لكم البيض والزبده اخر حاجه. وممكن انكم تضيفوا البيض من الاول ماشي مشكل، وممكن ان ديروا كاسرونه وديروا فيها داك 2 معالق ديال المزهر مع الكاس ديال الحليب وتسخنوهم وتضيفوهم، وعاد ديروا الماء دافي كذلك وتضيفوه معاه، لكم الاختيار. بالنسبه لهذا القياس هذا كيهز لي انا كاس ديال العنبه ديال الماء. غير نتوما كل واحد على حسب الدقيق ديالو. تبقاو تضيفوا الماء بالتدريج. ما تنساوش ان عندنا السوائل بزاف، عندنا الحليب، عندنا الزيت، عندنا البيض، واخر حاجه غادي نضيف هي الزبده. عندي زبده هنا 80 غرام ديال الزبده نوعيه جيده، ممكن ديروا غير ديال العلبه، لكم الاختيار. انا استعملت زبده حيوانيه نوعيه ممتازه باش هكا تعطينا واحد المذاق زوين في القرص ديالنا. وهذا هو القوام ديال العجين، خصو يكون بحال هكا خفيف. راني كما قلت لكم العجين الا كان عندكم خفيف غادي تكون النتيجه ممتازه. الا العجين كان قاصح راه فطبيعي ان القرص ديالكم غادي يجي اولا القراشل غادي يجيكم مدقص، باش نكونوا واضحين. وواحد الملاحظه، بزاف اللي كيسولوا علاش القراشل تيتشققوا في الفران ملي كيكونوا كيطيبوا، غالبا تيقولوا من التخمير. هو راه ماشي من التخمير، بطبيعه الحال التخمير تيلعب دور، ولكن راه العجينه من الاول راه ما كتكونش مرخوفه. العجينه الا كانت شاده في راسها راه طبيعي انها تشقق ليكم. بالخصوص هاد العجينه اللي كتكون اللي فيها الزيت والبيض هي راه ما تتخمرش بسهوله. من بعد هنايا ما خمر القراشل ديالي خدا ليا تقريبا شي ساعه، تقريبا ساعه وربع، لان الجو بارد. فبالنسبه للعجين تنشكلها كويرات، وكل كويره كندير فيها 90 غرام. ممكن ديروا عينكم ميزانكم، ممكن تصغروا ممكن تكبروا، لكم الاختيار. فانا كندير 90 غرام تيجيوني هما هادوك حليلوين، لا في الشوفه لا في المنظر لا في المذاق، كيجيو هما هادوك. كما قلت لكم تندير 90 غرام
بالضبط انا كنعبرهم باش هكا تيجيو مقادين. اللي كيعرفها كيكتب بالعين ميزان ماشي مشكل. صافي كما تتشوفوا كنحطهم في اللاطه وكنضغط عليهم. كما تتشوفوا العجينه عاطياني الطوع، لان العجينه خمرات مزيان ومرتاحه، وعاوتاني شكلتهم كويرات. عاد باش بديت كنقرصهم. هنا ضروري ما تقرصوهم، ما تخليوش العجينه بحال هكايا. انا شخصيا ما تعجبنيش القرص اللي كيكون منفوخ بزاف وعامر هي بالبابه من الوسط. كيعجبني يجي واحد العلو ديالو مقبول لا في الشكل ولا حتى في العضه. صافي كما تشوفوا هنايا كنبدا تنضغط عليه، ما ترققوش بزاف وما تنخليهش غليظ. صافي كما تشوفوا هنايا من بعد ما غادي نساليهم من التقراص، غادي نخليهم حتى يخمروا مزيان. هنا غادي نعطي واحد الملاحظه مهمه بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يديروا البريوش ولا اي حاجه كتدهن بالبيض، اي مخبوزات كيتدهنوا بالبيض. كما قلت لكم تنهضر مع المبتدئات اللي اول مره غادي يخدموا هذا النوع من المخبوزات. عمركم ما تدهنوا القراشل ديالكم هما مازال ما خمروش، لان العجين اللي كيكون فيه البيض والزيت اولا ما كيخمرش بسرعه، كيتعطل واحد شويه. وعاد الا درتوا ليه البيض قبل ما تدخلوه الفران غادي يزيد يعجز لكم العجين ما يخمرش دغيا. هذه كملاحظه. ملي خمر لكم بحال هكايا البريوش ديالكم ولا القراشل ديالكم بحال هكا يخمروا، تشوفهم خمروا، يعني عرفوا النتيجه غادي تكون مزيانه. كدهنوهم كتدخلوهم للفران. واحد الملاحظه غادي نعطيها لكم مهمه حتى هي طريقه الطهي. طريقه الطهي مهمه. بالنسبه للقراشل انا شعلت على الفرن حتى سخن مزيان على درجه حراره 200 درجه. ديما المخبوزات او العجائن كيبغيو الحراره تكون عاليه باش تكون النتيجه مزيانه. كنشعل غير من التحت حتى كيطيبوا تيتحمروا، عاد كنشعل من الفوق باش يتحمروا لينا عاوتاني من الفوق. وبالنسبه للدهن راني خديت لافه فيها بيضه ودرت فيها القليل من الحليب والقليل من صلصه الصوجه وخلطتهم مزيان ودهنت بهم باش يعطيونا واحد اللون اللي مذهب وزوين. وكان هذا هو الشكل ديال القراشل ديالنا من بعد ما طابوا وجدوا. كيجيو بهذا الشكل هذا محمرين وزوينين وحتى في الشوفه زوينين وخفافين هشاشين. هانتوما غادي تشوفوا كل شيء على عينيكم. ممكن انكم تخليوهم على برا وتسخنوهم، ممكن تاكلوهم حتى باردين. هما سبحان الله العظيم فيهم واحد المذاق تيكون خاص، سواء باردين تيكونوا بنانين سواء سخانين تيكونوا بنانين. شوفوا لي الخفه ديالهم، خفافين بزاف وما مشققينش نهائيا. الوصفه اللي عطيتكم ناجحه 100%. غير تبعوا المراحل كما عطيتها لكم وتبعوا النصائح اللي عطيتها لكم باش ينجح معكم القراشل. لان الا دوزتوا الفيديوهات فتقدروا تدوزوا بزاف ديال المراحل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما بقى لي نقول لكم غير بسلام عليكم، تلاقاو مع فيديو جديد.